الإيجابية ومواصلة مشوار البطولة في أريحية تامة لم تكن موفقة هذه المرة. عند استضافة شباب باتنا المتنقل هو الآخر للعودة بالزاد كاملا أو اقتسامه في أقصى تقدير. لقاء استوفى كل الشروط وغابت عنه الأهداف على أرضية الشهيد بن رابح بالدار البيضاء. أتلتيكو بارادو فرض الضغط والسيطرة على أغلبية وقت المباراة ببناء فرص قادها بن عياد، منصوري، مزياني وبن غيث، لكنها افتقدت اللمسة الأخيرة أحيانا، وأحيانا وجدت حارسا بارعا يسمونه مازوزي. رد الباتنية لم يأتي في المرحلة الأولى إلى غاية الدقيقة 28 بمحاولة مصفار وجها لوجه يضيع. دقيقة بعد ذلك مصفار من جانب شباب الوراس يعرقل من طرف الحارس موسوي، والحكم عاشور لم يتردد في إعلان ضربة جزاء وبطاقة صفراء لموسوي. التنفيذ كان له مصفار، ولكن موسوي يتصدى ويحافظ على شباكه. الشوط الثاني لم يكن أحسن من الأول، وبنفس الريتم البارادو بوابل من المحاولات الضائعة، والكاب بدفاع مستميت للعودة بالفائدة. الدقيقة 67 حملت ضربة جزاء ثانية أعلنها الحكم عاشور، لكن هذه المرة للبارادو إثر لمسة يد خرج على إثرها بلال بهلول من اللقاء ببطاقة صفراء ثانية. ضربة الجزاء تولى تنفيذها بن عياد، ولكن القائم الأيسر هذه المرة حل محل مازوزي. النقص العددي لشباب باتنا لم يكن ليغير مسار اللقاء، وآخر محاولة كانت لبن غيث من كرة ثابتة، وكالعادة مازوزي يتألق ويضمن النتيجة البيضاء بإعلان الحكم عاشور عن نهاية اللقاء.